السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة الصف الثاني الإعدادي في كل مكان. أهلا بيك في داني دروس التناسب وتابع التناسب. مع حضرتك أستاذ محمد الأزهري معلم أول الرياضيات، والنهاردة احنا هنتكلم على باقي التناسب. في الدرس الأولاني يا أولاد احنا خدنا الأربع خواص بتوع التناسب، اللي هو حاصل ضرب الطرفين بيساوي حاصل ضرب الوسطين، وتبديل الوسطين وتبديل الطرفان، وإن إزاي أقدر لو أنا عندي التناسب مضروب اقدر ارجعه تاني، وبرضو لحته الثوابت اللي احنا كنا نحطها بالكي وهكذا. النهارده احنا هنتكلم في اخر خاصيه من خواص التناسب، الا وهو الخاصيه الخامسه. طيب الخاصيه الخامسه من خواص اللي بعض الناس بتشتكي منها، ولكن انت لو فهمتها هتلاقيها نظريه او خاصيه بسيطه جدا جدا جدا. انا لو عندي اولاد مثلا 2/3 تساوي 4/6. طيب أنا لو جمعت الاتنين مع الأربعة، ما هو 2 و4 لما أجي أجمعهم هيطلع 6، و3 و6 هتدينا 9. 6 على 9 لو أنا جيت بسطتها على 3 فيها الاتنين على 3 فيها التلاتة أصبحت كام على كام؟ 2/3. يعني أنا عايز أوصل لإيه في الآخر؟ عايز أقول لك إن أنا لو جمعت المقدمات، مجموع المقدمات، مين المقدمات؟ اللي هي الاثنين والاربعه، على مجموع التوالي. يبقى مجموع المقدمات اللي هي الاثنين والاربعه على مجموع التوالي اللي هي الثلاثه والسته، فالناتج هيكون حاجه اسمها احدى النسب. يبقى الناتج هيكون حاجه اسمها ايه؟ احدى النسب. يعني ايه كلمة إحدى النسب؟ يعني نسبة من نسب اللي أنت جمعتها. يعني أنا دلوقتي يا أستاذ أنا جمعت مين مع مين؟ أنا جمعت الاتنين على التلاتة، جمعتها مع الأربعة على الست، الناتج طلع إيه؟ طلع نسبة من نسب اللي أنت في الأصل إيه؟ جمعتها، اللي هي طلعت كام على كام؟ طلعت 2 على إيه؟ على 3. يعني أنا عايز أقول لك إن الناتج بحاجة اسمها إحدى الإيه؟ النسب. طيب السؤال ممكن يجي لي إزاي بقى؟ السؤال ممكن يجي لي بأكتر من شكل وبأكتر من صورة. بمعنى تعالى بقى واحدة واحدة كده نتناقش مع بعض في شكل الأسئلة. أول سؤال يقول لك مثلا إن A على B تساوي C على D تساوي 2 على 3. فإن A زائد C على B زائد D تساوي نقط، ويديك في الاختيارات 2 على 3 ولا 3 على 2 ولا 6 على 4 ولا 9 على 6. كل ده مفيش فيه أي مشكلة. طيب أنت هنا جمعت إيه مع إيه؟ أنت جمعت الإيه مع السي على البي على الدي، يبقى أنت جمعت المقدمات وجمعت التوالي، فالناتج هيكون ايه؟ زي ما احنا لسه متفقين احدى الايه؟ النسب، يعني واحده من النسب اللي انت جمعتهم. يا استاذ يعني مثلا يا دي او دي او دي ما التلاته بيساوي ايه؟ يبقى انا اروح في الاختيارات اختار واحده من اللي هو مديهم لي، اللي هي كام؟ 2 على 3، عشان هي كده اسمها احدى النسب، يعني نسبه من نسب اللي انت جمعتها. عشان كده انا رحت اخترت واحده. هتقول يا استاذ طب انت ما جمعتش 2 على 3، اقول لك ما هي يا ابني بتساويهم. تمام؟ تمام. طيب سؤال تاني ممكن يجي لنا في الحته دي، ممكن يجي لنا سؤال بالمنظر ده، يقول لك كده A على B تساوي 5 على 6، فإن A زائد B على B تساوي كام؟ هنا هو جمع ايه مع ايه؟ انت اللي هو بيعمله حضرتك بتعمل زيه. يعني هو جمع A مع B وقسمها على B. انا هعمل كده، هجمع ال5 مع ال6 واقسمها على ال6، يبقى الاجابه 5 زائد 6 على ال6، يعني تطلع 11 على ال6. ده برضو نوع من انواع الاسئله. ممكن سؤال تالت يجي لنا بطريقه مختلفه خالص، يقول لك A على 5 بتساوي B على 4 بتساوي A زائد نص B على كام؟ فانت هنا والله تقول والله هو هنا عمل ايه؟ انت اهم حاجه تشوف هو عمل ايه واعمل زيها. يعني هو الراجل هنا قال لك A زائد نص B، طب ما ال A تحتها كام؟ 5، يبقى هو هجمع 5 زائد نص B. نص البي تحتها 4، يبقى نصها كام؟ 2.
يبقى الإجابة الساعة هتساوي كام؟ هتساوي 7. يبقى أنا إيه أختار من الاختيارات؟ أختار إيه؟ 7. سؤال تاني ممكن يجي لنا بطريقة تانية يقول لك كده إيه على 5 تساوي B على 6 تساوي C على 4 تساوي 2A زائد B زائد C على نقط. طب انا اجيبها ازاي يا استاذ من الاختيارات؟ الموضوع زي ما قلت لك اسهل ما يمكن. اسهل ما يمكن يعني ايه يا استاذ؟ انت يعني بتحسسني الموضوع سهل، والله ان هو فعلا سهل. هنا هو كاتب ايه؟ بص على اللي هو كاتبه هنا، الايه تحتها 5، الايه تحتها 5، البي تحتها 6، السي تحتها 4. هو عايز ايه؟ عايز 2 من الايه وتجمعها على البي زائد السي. 2 من الايه يعني يا استاذ 2 من الايه، الايه هنا بص هنحط تحتها 2 منها، 2 منها يعني 2 في 5 بكام؟ ب 10 زائد السي اللي هي ب 6 زائد البي اللي هي ب 6 زائد السي اللي هي ب 4. 10 و4 10 تديني 20. يبقى اروح في الاختيار اكتب ايه؟ هو اختار 20. تمام الموضوع. شوف هو عمل ايه ويعمل زيه. طب سؤال ثالث او رابع يجي يقول لك مثلا ايه على 2 بتساوي بي على 3 بتساوي ام الايه زائد البي على الأربعة. يبقى ام بكام؟ فكر كده لحظة، فكر فيها لحظة. هو هنا بيقول لك ام الايه زائد البي. طيب يعني هو جمع، انت هنا برضه لازم تكون واعي. هو هنا جمع مين؟ جمع حاجة من الايه مع البي. طب البي اصلا بكام؟ ب3 مظبوط. يبقى انا دي الأربعة دي مكونة من 3 زائد كام؟ زائد 1. يبقى أنا كده عرفت إن الإم الإيه ب1. طيب الإيه أصلا ب2، عشان تطلع ب1 يبقى لازم أنا أجيب إيه؟ نصها. يبقى نص، يبقى الإم هنا بنص. يبقى أنا كده جبت نص الإيه زائد الإيه؟ زائد البي. تمام. طبعا ليها طريقة تانية إن أنت تعملها بالكي، هوريها لك دلوقتي إيه في مسألة، فخليك معايا ما تروحش بعيد. تعالوا نشوف يلا المثال ده. بقول لك A على 2 بتساوي B على 3 بتساوي C على 4 بتساوي 2A زائد 3B زائد 5C على 3K. فالمطلوب مني هنا ان انا عايز اطلع قيمه الايه؟ الكي. طيب يا مستر ما انت لسه قايل لنا شوف هو عمل ايه واعمل زيه، وده اللي احنا هنعمله. بس عشان تقدر تطلع الكي بطريقه سهله ممكن تعملها بالامات. يعني ايه او يعني ايه بالامات؟ انت هنا هو كاتب كي صح؟ مش هينفع تقول له الايه بيساوي 2 كي لان هو حاطط مجهول. فانت مش هينفع تسمي الفرض بتاعك بنفس اسم المجهول، لازم تختار حاجه ثانيه. فانت هتبدا الحل بتاعك كالاتي. والله يا مستر الايه على الاثنين بتساوي بي على 3 بتساوي سي على 4 بتساوي 2 a زائد 3 b زائد 5 سي على 3 كي. وهتقول لي كل ده بيساوي ام عدد ثابت. ان النسبه دي قد النسبه دي كلهم بيساوي نفس النسبه اللي في الاخر. هات لي بقى الايه، الايه بكام؟ والله يا استاذ انت شايف ان الايه تحت قصادها 2 يبقى دي 2 ام. البي تحتها 3 يبقى دي 3 ام. السي تحتها 4 يبقى ده 4 ام. والام ده ايه؟ ثابت لا يساوي الصفر. طب ماشي كده وايه كمان؟ بص بقى دي انت هنا خدت ايه؟ انا عايزك بس تكون مركز اللي انا عملته. انا هنا قلت الايه يبقى 2 ام، البي 3 ام، السي يبقى انا هنا هبدل البي الايه وهبدل البي وهبدل السي. كلام سليم؟ بص بقى والاثنين ايه زائد 3 بي زائد كلها ب 3 ايه؟ ب 3 كي ام. يبقى انت هنا تاني ركزوا يا جماعه مع بعض في الحته دي. يبقى انا خدت مين تاني؟ قلت الايه بتساوي 2 ام والبي بيساوي 3 ام والسي بيساوي 4 ام والاثنين ايه زائد 3 بي زائد 5 سي هتساوي 3 كي ام. يبقى يلا نحل. هنشيل ايه ونحط مكانها ايه بقى؟ والله انا شايف ان الايه يا مستر انت كاتب ب 2 ام. حلو. يبقى انا هشيل ايه دي احط مكانها 2 ام بس في 2 في الاول. يبقى 2 في 2 ام زائد 3 بي. البي بكام؟ والله يا استاذ انا شايفك البي كاتبها لي انت ب 3 ام. يبقى انا هشيل البي واحط مكانها 3 ام. 5 سي. السي بكام؟ والله السي بتساوي 4 ام. يبقى انت هتشيل السي وتحط مكانها 4 ام. وكل ده بيساوي ايه؟ 3 كي ام. 2 في 2 يبقى 4 ام زائد 9 ام زائد 20 ام بتساوي 3 كي ام. طير لي بقى ام راحت مع ام مع ام مع ام. جمع لي 4 و9
13 زائد 20 يبقى 33 هتساوي 3 كي ام. هتطير، احنا خلاص طيرنا الام خلاص. هتقسم اللي بره على اللي جوه، يبقى الكي هتساوي 33 على 3 فيها ال 11. يبقى انا الكي هنا قيمتها بايه؟ ب 11. يبقى انا كده قدرت اعرف ان الكي قيمتها بكام؟ ب 11. خلاص، يبقى انا جات لي حاجه زي كده سنه اولى سنه ثانيه، ببدا اشيل ايه؟ احط مكانها 2 ام، 3 ام، 4 ام، وكل اللي فوق ده بيساوي 3 كي ام. هجمع كل دول، اضرب الاول واجمع، وبعدين اعملها معادله واطلع قيمه الايه؟ الكي. كلام سليم. طيب ممكن السؤال يجي لنا بقى بصيغه مختلفه خالص. تعالى بقى نحل سؤال تاني بطريقه تانيه ومختلفه عن الخاصيه الايه؟ الخمسه. طيب هو بيجي لك سؤال بيقول لك اذا كانت اكس على a زائد b ناقص c بيساوي واي على b زائد c ناقص a بيساوي زد على c زائد a ناقص البي. فانا عايز اثبت ان الاكس زائد الواي زائد الزد على الاي زائد البي زائد السي بتساوي اكس زائد الواي على 2 البي. طيب انا هنا كطالب في تانية اعدادي ابدا افكر فيها ازاي؟ ان انا عايز احلها وافكر فيها. طب انت عشان تبدا تحلها وتفكر فيها بطريقه صحيحه بحيث ما تغلطش، حضرتك هتبقى عينيك على راس السؤال. يعني ايه؟ يعني انت هتبدا تبص من بعد كلمه اثبت. شوف بعد كلمه اثبت هتبدا تشتغل. الراجل بيقول لك اثبت ان اكس زائد واي زائد زد. هي اكس دي مين؟ اكس دي اللي جت في النسبه الاولى، زائد واي اللي هي جت في النسبه الثانيه، زائد زد اللي هي جت في النسبه الثالثه. يبقى هو كده عمل ايه؟ انت هنا ذكائك انك انت تعرف هو عايز ايه من السؤال. خدت بالك؟ هو هنا عمل ايه؟ هو جمع الاكس مع الواي مع الزد، بدليل ان هو كاتب اكس زائد واي زائد زد. يبقى انت اول خطوه من خطوات الحل هتبدا تفكر فيها بالمنظر ده. ازاي؟ هتبدا تقول لي ايه بقى؟ بص الحل كده هيبتدي كالاتي. هتقول لي انا هجمع النسبه الاولى مع النسبه الثانيه مع النسبه الثالثه. على فكره بالمناسبه دي ار دي اختصار لكلمه اسمها النسبه او الريشيو، اللي هي النسبه او المقدار بتاعك ده اللي اسمه النسبه الاولى، ودي الثانيه ودي النسبه الايه؟ الثالثه. طيب R1 زائد R2 زائد R3، انا جبت دي منين؟ بصيت على راس السؤال شفته هو عمل ايه وعملت زيه. طيب يلا بينا. هنا اكس، يبقى انا دي يا مستر ابدا اشد سطر واشوف هو عمل ايه واعمل زيه. اهو النسبه الاولى فيها ايه؟ فيها اكس على a زائد b ناقص c، مع مين؟ مع النسبه الثانيه اللي هي فيها y مع b زائد c ناقص a زائد z على c زائد a ناقص b. طيب يلا كده جنب. ادي يا باشا السؤال اهو، يلا بينا. اكس زائد واي زائد زد زي ما هي. طيب الايه هنا الايه هنا بالسالب بالسالب، وايه هنا بالموجب. طب ما ده يروح مع ده. السي هنا بالموجب والسي هنا بالسالب، ده هيروح مع ده. البي هنا بالسالب والبي هنا بالموجب هيروحوا مع بعض. طب كده اتبقى ايه؟ تعالى بقى اقول لك اتبقى ايه. مبدئيا هنا اتبقى ايه؟ اهي، وفي بي هنا اهي زائد السي، وهقول له كل ده بيساوي احدى النسب. يعني كل ده بيساوي نسبه من النسب اللي احنا ايه؟ جمعناها. انهي نسبه فيهم؟ اي واحده فيهم. خلاص؟ متهيألي دي ما فيهاش مشكله. طيب بعد كده انا جبت ده، لو انت بصيت عليه هتلاقي ده هو ده. هشوف بقى على الجنب التاني، هو هنا كاتب ايه؟ اكس زائد واي. مين اكس؟ دي النسبه الاولى، يبقى انا هقول له كده ادي ار1 زائد مين واي؟ دي النسبه الثانيه ار2، وبالتالي هشد سطر ويلا بينا. ار1 اللي هي النسبه الاولى هاخدها زي ما هي اكس على a زائد b ناقص c زائد الواي اللي هي النسبة الثانية y على b زائد c ناقص a
انا برضو كل ده ما عملتش حاجه من عندي يا جماعه، اللي هو قال لي عليه عملته. هو كاتب اكس زائد واي، يعني النسبه الاولى زائد النسبه الثانيه، فيا جماعه النسبه الاولى مع النسبه الثانيه. ابدا بقى طير الحاجات اللي هي مختلفه. تمام؟ اول حاجه عندنا مختلفه مين؟ والله يا استاذ انا شايف ان هنا في ايه وهنا في سالب ايه، في سالب سي وموجب سي. طب ما كده اتبقى ايه؟ يلا بينا. اكس زائد واي على البي والبي يبقى 2 بي. خلاص؟ في ادنى مشكله كده، وده برضو بيساوي احدى الايه؟ احدى النسب. طيب لما تيجي بقى نقارن ما بين دي ودي، دي احدى النسب ودي احدى النسب. طب ما كده خلاص يا مستر، يبقى معنى كده ان الاكس زائد الواي زائد الزد على الاي زائد البي زائد السي بتساوي اكس زائد الواي على 2 بي. الموضوع في غاية السهولة. أنا عارف إن الموضوع هيبقى معاك شاق في الأول، بس مسألة واثنين وثلاثة هتلاقي الدنيا أحسن. تعال نشوف مسألة تانية ونشوف هنعمله إيه فيها. تعال نشوف مسألة كاملة. تعال نشوف برضه السؤال التاني ده من الأسئلة الموجودة في كتاب المدرسة وأسئلة مهمة. بيقول لحضرتك إكس على إيه تساوي واي على 6 بتساوي 4 إكس ناقص 3 واي على 10. فأوجد قيمة الإيه؟ سنة تانية لما يجيب لك في المقام أعداد اشتغل بالإمات أو بالكي، حط لنا ثابت وخلاص. طيب هو هنا مفيش ثابت، يعني أنت هنا 10 فأنت ممكن تشتغل بالكي زي ما أنت متعود وخلاص. يبقى أنا هبدأ الحل بتاعي بإيه سنة تانية؟ أول حاجة هبتدي بيها أكتب السؤال تاني، هقول له كده بما أن إكس على إيه؟ واي على 6 4 إكس ناقص 3 واي على 10، بس الفرق بقى إن هقول له كل ده بيساوي إيه؟ هاخد الاكس اقول بتساوي، اذا الاكس بتساوي ايه كي واحط لها برواز كده ظريف عشان هنحتاجها. طب والواي هتساوي 6 كي وبرضه نفس البرواز الظريف حطها. طيب وال4 اكس ناقص ال3 واي هي دي بقى اللي هنشتغل فيها بتساوي 10 كي 10 كي. طيب جميل. ابدا بقى بدل، طبعا احنا لازم نكون كاتب له كي مش بتساوي الايه؟ الصفر. بدل بقى يلا، هشيل الاكس احط مكانها اي كي يبقى 4 اي كي ناقص 3 واي يبقى 3 في 6 كي. كل ده بيساوي 10 كي. يبقى 4 اي كي 3 في 6 يبقى ب 18 كي. كل ده بيساوي 10 كي. بقت معادلة عايز اجيب منها الايه؟ موضوع بسيط، هودي ال 18 الناحية التانية بعكس الإشارة. يبقى أنا هقول 4 اي كي بيساوي 10 ناقص 10 كي زائد 18. هتروح طبعا بعكس الايه الإشارة، هي كانت ناقص واحد بالذات. يبقى 4 اي كي هتساوي 18 و10 تبقى 28 كي. طبعا هنا يا جماعة هطير الكي مع الكي، هيبقى لك 4 ايه بتساوي 28 على 4 يبقى قيمة الايه هتساوي 7. يبقى انا كده يا استاذ عرفت قيمة الايه؟ قيمة الايه طلعناها بايه؟ ب7. ده سؤال برضو من الاسئلة الجميلة والمهمة على درس الخاصية الخامسة. طيب تعال نشوف برضو اللي بعدها. بيقول لك اذا كانت ايه على 4 اكس زائد واي بتساوي بي على اكس ناقص وهكذا. عايزك تثبت. طب احنا لسه قايلين من لحظات، شوف هو عمل ايه واعمل زيه. هو هنا كاتب A زائد B. ماشي يا مستر، يلا بينا ننفذ. هو عايز A زائد B، يبقى اقول له كده A دي لمين؟ النسبة الأولى. B دي مين؟ دي النسبة الثانية. يبقى A زائد B يعني كأني عاوز أجمع النسبة الأولى مع النسبة الثانية. طيب يلا بينا نجمعهم كده، أدي شرطة كسر. النسبة الأولى بتقول إيه؟ بتقول A على 4 X زائد Y مع النسبة اللي بعد كده اللي هي B على X ناقص 4Y. ادي ال A زائد ال B على 4X و X يبقى 5X. Y ناقص 4Y يبقى ناقص 3Y. واتفقنا ان كل ده بيساوي ايه؟ بالظبط كده احدى النسب. تمام يا جماعة؟ اتمنى يكون الموضوع سهل. تعالى بقى الناحية التانية، هو كاتب ايه ناقص ايه؟ والله هو كاتب ايه ناقص B. طيب ايه دي مين؟ النسبة الأولى. ناقص مين؟ النسبة الثانية.
طب يا مستر يلا هتعمل ايه؟ بالظبط زي ما انت قلت كده، هطرح النسبة الأولى من النسبة التانية. يبقى أنا النسبة الأولى بتقول ايه؟ A على 4x زائد y. طيب ركز بقى معايا في الحتة دي. مبدئيا عشان ما تغلطش أنا عايز أنقص دي من دي. فأسهل طريقة ليك عشان ما تنقص إنك تضرب النسبة التانية في سالب 1. وصلت؟ يبقى أنت عايز تقول الأولى ناقص التانية، مفيش حاجة اسمها ناقص. هتضربها في سالب 1، يبقى أنت هتضرب البي ده في سالب 1 يبقى سالب بي. هتضرب الإكس في سالب 1 يبقى ناقص إكس. هتضرب الإكس في سالب 1 يبقى زائد 4 واي. خد بالك بقت بالزائد. يبقى أنا ضربت مين؟ التانية ضربتها في سالب ايه؟ في سالب 1. ادي الايه؟ ناقص البي على 4 اكس ناقص اكس يبقى 3 اكس. واي زائد 4 واي بقت 5 واي. تمام يا جماعة؟ طبعا ده هو ده، وكل ده بيساوي احدى الايه؟ احدى النسب. تمام. طيب طالما ده احدى النسب وده احدى النسب فبتقول له كده يا مستر طب طالما الاثنين احدى النسب والتوازن الدنيا زي الفل، اذا ايه؟ والله اذا الاي زائد البي اللي احنا طلعناها من هنا على 5 اكس ناقص 3 واي فعلا بتساوي ايه؟ ناقص البي على 3 اكس زائد 5 واي. وبكده يبقى ثبتنا له الطرفين ايه؟ قد بعض او طرفان متساويين. طيب خلينا نحط بقى مسألة حاجة كده، حاجة لذيذة، تعالى نحطها مع بعض ونشوف هتحل ازاي. تعالى بقى نشوف آخر مسألة على الدرس دوت، وهي مسألة تقيلة شوية. بيقول لحضرتك اكس تربيع ناقص 9 على واي زائد 3 بيساوي واي تربيع زائد 2 اكس واي على اكس بيساوي 13. فوجد قيمة الاكس زائد الواي. طيب أنا عشان أجيب قيمة الاكس زائد الواي هعمل حاجة بسيطة جدا. إن أنا هجمع النسبة الأولى مع النسبة الثانية. طب يا أستاذ أنت ليه هتجمعهم؟ امشي معايا للآخر وشوف هتقول إيه. يبقى أول حاجة هجمع النسبة الأولى مع النسبة الثانية وهقول لك ليه دلوقتي. لما أجي أجمع أدي الإكس تربيع ناقص 9 زائد واي تربيع زائد 2 إكس واي على واي زائد 3 زائد إكس. تمام؟ كل ده المفروض إن هو بيساوي إحدى النسب. يعني هيساوي يا دي يا دي يا إيه؟ يا دي بالظبط كده، يبقى ده هيساوي 13. طيب المقدار ده مش بيفكرك بحاجة؟ ده تحليل بالتقسيم خدناه الترم الأولاني كنا بنقوله 3 و1. يعني إحنا هنعيد صياغة هذه الجملة بطريقة تانية، هنعيد ترتيبها. يعني هقول له كده إكس تربيع زائد 2 إكس واي زائد واي تربيع ناقص 9 على مين؟ على إكس زائد واي زائد 3. يبقى أنا بس مجرد عملت خاصية الإبدال. ومش بس كده كمان، ده أنا هاخد هذا المقدار كده مع نفسهم اللي هو الثلاث حدود دول، ده اسمه مقدار مربع كامل. يبقى ده هيتحلل ازاي يا استاذ؟ قلنا بنفتح قوس واحد بس عليه تربيع لو انت فاكر. ادي قوس واحد بس عليه تربيع، جذر الاول اكس جذر الاخير واي اشاره الاوسط ناقص مين؟ ناقص التسعة على اكس زائد الواي زائد 3. وما تنساش ان كل هذا بيساوي 13. طيب هتبدأ إن أنت تحلل البسط فرق بين مربعين. يبقى إكس زائد الواي أهي، إكس زائد واي، والقوس التاني إكس زائد الواي، التسعة 3 في 3، واحدة موجب وواحدة سالب، على إكس زائد واي زائد 3. وكل هذا المقدار بيساوي 13. المقام اهو ده شبه ده يطير مع ده، يبقى الاكس زائد الواي ناقص 3 بيساوي 13. عدلي التلاتة الناحية التانية، يبقى الاكس زائد الواي هيساوي 13 زائد 3، يقوم يطلع هذا المقدار قيمته 16، وهو اللي كان طالب مني اكس زائد الواي. اتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان يكون وفقنا في عرض الخاصية الخمسة. اجتهد، اعمل اللي تقدر عليه بزيادة وانا في ظهرك. وربنا سبحانه وتعالى وعدنا وعدني وعدك وعد الناس كلها ان الله لا يضيع اجرا من احسن عملا. اتعب، اعمل اللي تقدر عليه،
واحنا مع بعض، وان شاء الله ربنا يوفقنا مع بعض، ونشوفكم على خير ان شاء الله في درس التناسب المتسلسل بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.